السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وتعالوا يلا نعمل النهاردة سر سمك المطاعم. تعالوا يلا نشوف انا عملتها ازاي. ونبدأ نقول بسم الله. عندي كده توم مفروم، وهحط عليه معلقة من الملح، وكمان هحط نص قرن شطة كده حامي. اللي مش عايز الحامي ما يحطش، يحط اللي هو البارد العادي الاخضر بتاعنا، او ممكن يحط برضو الاحمر اللي هو البارد. تمام كده. انا ضربتهم كده كويس مع بعض، وهبدأ بقى ان انا احط عصير ليمون. انا عصرت ليمونة واحدة بس. وهحط بقى معلقة كبيرة كده من توابل السمك، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة. اقلبهم مع بعض كده كويس. وكده التتبيلة بتاعت السمك جهزت. هتبل بقى السمك بتاعي كويس. طبعا انا غاسله السمك ومنضفاه كويس جدا. هتبل كل الكميه اللي عندي دي بقى بالتتبيله دي. وهنبدا بقى نعمل الخلطه بتاع قرمشه المطاعم، والسر بتاعهم بيعملوه ازاي بيبقى السمك مقرمش كده وشكله حتى جميل، يعني تلاقي الكفر بتاعه كده شكله حلو. ايه بقى هي التتبيلة بتاعت سر المطاعم يا نسمة؟ التلحيسة. ايه التلحيسة دي؟ عبارة عن دقيق ونشا، وبحط عليها ملح وكمون وكزبرة وشطة. وكمان كنت سايبة شوية من التتبيلة بتاعت السمك، وحطيت كمان معلقة من توابل السمك. توابل السمك دي بتيجي من عند العطار، ويقولوا عايزة توابل سمك. بتبقى فيها برضو ليمون وكده، بيبقى ليها ريحة كده حلوة. قلبتهم كده كويس مع بعض. انا خففتها كده بمية، بس مش عايزاها ان هي تبقى خفيفة قوي، يا دوب ان هي عايزاها تمسك على السمكية، يعني احط فيها السمكية تبقى ماسكة على السمكية كده. وعندي كمان بقية الكفر بتاعنا دقيق ونشا. وهتبله برضو بمعلقة من تتبيلة السمك، توابل السمك. وممكن تحطي ملح وشطة، بس انا اكتفيت بتوابل السمك بس. تمام كده. توابل السمك دي بيبقى فيها ملح. هاجي بقى بالسمك انزل كده، بقول سمكاية في التلحيسة. بصوا شكلها. وهخليها يعني ايه من جوه ومن بره كده. وهنزل بقى بالسمكاية في الدقيق بالنشا. هتبله كويس كده، واخلي الكفر ده من جوه ومن بره. هبدأ ان انا انفض كده اي زيادات. بس هو بيبقى عامل بالظبط شبه الستريبس. عارفين الستريبس لما بيكون كده في الكفر بتاعه مكلكع؟ هو بيبقى كده بالظبط. هبدأ بقى اعمل كل الكمية كده بنفس النظام. انزل كده بالسمكية في التلحيسة بتاعتنا، وانزل بالسمكية تاني في الدقيق بالنشا، وبطنهم كويس كده. وابدأ ان انا انفض الزوايد. بصوا بقى شكل السمكية، حس ان فيها كلاكيع. ده الكلاكيع ديت هي بقى الكفر بقى اللي هما بيعملوه، اللي هو بيبقى مدي سماكة للسمكة كده، وكمان بيدي القرمشة بقى. عندي بقى طاسة على النار فيها زيت غزير وسخن. لازم يكون الزيت غزير وسخن يا جماعة. ننزل كده بالسمك، نحمره على الوشين طبعا. طبعا نعمل بقى السمك الأحمر. عندي كده الحلة حطيت فيها شوية زيت وبصلاية متقطعة مكعبات صغير. وهبدأ ان انا اخلي البصلاية دي متحمرة تحمير غامق شوية، يعني بعد الذهبي كده بشوية. انا مش عايزاها غامقة قوي عشان ما تمررش معانا برضو الرز. السمك اهو، اول سمكتين طلعوا. وهبدأ بقى ان انا اعمل
كمية السمك كلها بنفس النظام اللي انتوا شفتوه في الاول، ان انا احط السمكية في التلحيسة اللي هي السايلة، وبعد كده اقوم مطلعها حطاها في الدقيق بالنشا. البصلة اهي زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزة اللون ده، هنزل بقى عليها بمعلقة او معلقتين من الصلصة الجاهزة، واحط الملح وكمون تمام كده. وابدأ بقى ان انا احط المية واسيبها تغلى شوية. ممكن تحطي بدل الصلصة طماطم، ممكن تحطي مع الصلصة طماطم. يعني انا كنت يعني هضرب كده طماطميتين واحطهم بدل المية، بس استسهلت يعني. عملت بسرعة عشان كان البنات عندي جعانة وعايزين بقى ياكلوا، فقلت يلا ما اخلص بقى بسرعة. عشان هي طبعا يعني ضرب الطماطم مش هياخد وقت، بس انتي عارفة بقى يعني الاستسهال. شوفوا السمك، هوريكم بقى الزيت كمان من الاول للاخر بنفس اللون ده، مغمقش معايا ولا في ريحة للقلية. يعني يوميها والله انا ساعات بقلي السمك بيبقى ريحة الشقة دخان وقلية لا مفيش ريحة القلية دي خالص. هاجي بقى بعد ما الصلصة بتاعتنا كده غلت، انزل بالرز بتاعي. طبعا كوباية الرز المصري عليها كوباية مية. ابدأ ان انا اقلبه كده اول ما يتشرب معايا، واغطي النار بقى واغطي عليه. اول ما يستوي معايا يعني بفرفره كده عشان يفضل معايا زي ما انتوا شايفين كده مفلفل. والرز ابقوا افتحوا عليه برضو الغطا عشان برضو ما يكملش سواه. ويعني ما تسيبوهوش يستوي للاخر خالص وانتي قافله عليه. اطفي عليه وسيبيه متغطي هتلاقيه كمل سواه. بصوا بقى، سامعين بقى الصوت؟ سامعين القرمشه؟ يعني انا ماسكه السمكيه بارده، شوفوا الصوت، صوت القرمشه. بجد يا جماعه تتبيله السمك دي هتعجبكم جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. اذا عجبكم بقى الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك يا جماعه. واشتركوا في القناه اللي لسه ما اشتركش، وكمان اعملوا لي تعليق حلو بيفرحني. انا عملت مع الرز كده الاحمر شويه سلطه بلدي. ودي كانت حلقتنا النهارده. جربوا فكره السمك بتاع المطاعم دي هتعجبكم جدا. اشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.